ازيكم؟ تخيل معايا المشهد ده يا صديقي. انت قاعد على مكتبك وقدامك جبل من الكتب، كوباية القهوة السبعة بتبرد جنبك وعينك مبرقة في الورق لها 8 ساعات. 8 ساعات متواصلة تحسسك انك بقيت اينشتاين، انك لو دخلت الامتحان دلوقتي هتقفله وانت حاطط رجل على رجل. تنام بتصحى تاني يوم بتبص على نفس الورق تكتشف انك مش فاكر غير ان الصفحة كان لونها ابيض. طب ايه اللي حصل وراح فين مجهود ال8 ساعات؟ ويا ترى هل في ثقب اسود في دماغك بيبلع المعلومات دي ولا ايه؟ بص يا سيدي، المشكلة مش في كمية الوقت اللي انت بتذاكر فيه، المشكلة في ازاي بتذاكر في الوقت ده. واحنا اتربينا على اسطورة اللي بيذاكر اكتر بيجيب درجات اكتر، بس العلم ليه رأي تاني خالص. العلم بيقول لك ذاكر اقل بس ذاكر بذكاء. في سنة 1955 طلع لنا مؤرخ بريطاني في مجلة ايكونومست، والراجل ده حضر لك قانون عظيم جدا، والقانون ده بيقول لك العمل بيتمدد ليملأ الوقت المتاح لإنجازه. طب يعني ايه الكلام المجعلص ده؟ يعني انت لو قلت لنفسك انا هقعد اذاكر الفصل ده في 5 ساعات، عقلك الباطن هيقول لك يا فرج الله ده احنا معانا وقت طويل قوي، وهيبدأ يوزع المجهود ببطء. يعني هتسرح في سقف الأوضة نص ساعة، وهتروح تفتح التلاجة وتقفلها تاني في ربع ساعة، وهتلاقي الفصل فعلا خد ال5 ساعات. لكن لو قلت لعقلك الباطن الفصل ده لازم يخلص في ساعة عشان ورانا ماتش أو خروجة، فجأة هتلاقي قدراتك الخارقة طلعت وتركيزك وصل ل100%، والفصل فعلا خلص في ساعة. الحل انك تخلق لنفسك ديدلاينز وهميه وضيق الوقت على نفسك. المذاكره المفتوحه بتجيب فرهضه على الفاضي. نيجي بقى لعمك هيرمان، عالم نفس الماني فاضي شويه، قرر في اواخر القرن ال19 انه يدرس النسيان. الراجل ده قعد يحفظ كلمات ملهاش اي معنى، وبدا يقيس هو بينسى الكلمات دي في قد ايه، واكتشف كارثه اسمها منحنى النسيان ده forgetting curve. الراجل ده لقى انك بمجرد ما تقفل الكتاب بعد 20 دقيقه بس بتنسى حوالي 40% من اللي ذاكرته، وبعد يوم واحد بتنسى حوالي 70%. وعشان كده حشر المعلومات ليلة الامتحان الكرامنج بيخليك تدخل اللجنة فاكر كلمتين وتطلع منها مش فاكر اسمها. طب ايه الحل يا عم هيرمان؟ بدل ما تذاكر المادة 10 ساعات ورا بعض قبل الامتحان، ذاكرها ساعتين وبعد يومين راجعها في نص ساعة، وبعد اسبوع تلاقي نفسك بتراجعها في ربع ساعة. كل مرة بتراجع فيها انت بتدي دماغك قلم وتفوقه وتقول له المعلومة دي مهمة ما تفرطش فيها. نيجي بقى لوهم المعرفة، التلوين مش المذاكرة. انا عارفك اللي بتحب القلم الفسفوري وتقعد تلون الكتاب كله لحد ما يبقى شبه اشارات المرور، لانك وانت بتقرا وبتحط خط بتحس بمتعه الانجاز، بتحس ان المعلومه لزقت في دماغك، والعلم بيسمي ده وهم الانجاز. القراءه السلبيه والتخطيط بالماركر واعاده القراءه دي من اسوأ وابطأ طرق المذاكره، وانا هنا جاي اقول لك على الطريقه اللي بتخليك تشغل دماغك بجد، حاجه اسمها الاكتيف ريكول او الاسترجاع النشط. المخ بتاعنا ده عامل زي العضله، عمره ما هيكبر وهو مريح، مش هيكبر غير لو انت شيلته حديد. وعشان تبني ذاكره قويه اقفل الكتاب وهات ورقه بيضاء وحاول تعصر دماغك وتكتب كل اللي انت فاكره من غير ما تبص. يعني تحل امتحانات كتير وتعمل لنفسك فلاش كارد، يعني تسأل نفسك وتجاوب. كل ما كان استرجاع المعلومة من دماغك مؤلم وصعب، كل ما المعلومة دي حفرت مكانها في دماغك ومستحيل تنساها. واخر حاجة معانا عشان نختم الكوكتيل العلمي ده هي التركيز، لان احنا عايشين في عصر التشتيت. موبايلك بيرن من هنا، اشعار واتساب من هنا، نوتيفيكيشنز كتير بتعطلك عن اي حاجة. وعشان تكسر الدايرة دي استخدم تقنية البرومودور، واللي اخترعها واحد اسمه فرانشيسكو وفكرته بسيطة جدا. وعشان تعمل كده عايزك تظبط المنبه 25 دقيقة تركيز عميق، مفيش موبايل ولا سوشيال ميديا ولا باب يخبط عليك. بعدها خد 5 دقايق بريك، اقعد اتمشى او اشرب مية، وبعد 4 جولات برومودور خد بريك طويل نص ساعة. الطريقة دي بتلعب على كيمياء المخ وبتخليه دايما فريش وما يحسش بالملل، وفي نفس الوقت بتديك أقصى إنتاجية في أقل وقت ممكن. الخلاصة إن المذاكرة مش بعدد الساعات اللي بتعذب فيها نفسك، المذاكرة إنك تفهم دماغك بيشتغل إزاي وتعرف تلعب معاه صح. ضيق الوقت على نفسك عشان تنجز، وراجع على فترات متباعدة عشان تكسر منحنى النسيان، واعصر دماغك بحل الأسئلة وبلاش الهايلايتر، وقسم وقتك برومودور يعني فترات تركيز قصيرة. ووعدك هتلاقي وقت تخرج وتنام وتذاكر وتجيب امتياز كمان. وقول لنا في التعليقات كنت بتستخدم أي طريقة من دول. سلام.